صباح الفل يا جماعة ومساء الفل على حسب الوقت اللي بتشوفوني فيه. النهاردة ان شاء الله هنعمل صينية فراخ بالبطاطس في الفرن، بس مش اي صينية فراخ بقى ولا اي طريقة شفتوها على النت. الطريقة بتاعتي دي تحفة، هتحسي انك بتاكلي فراخ في صينية بطاطس في الفرن وفي نفس الوقت فراخ مشوية. ازاي؟ هتشوفي بقى معايا خلال الفيديو. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو لسه جداد واول مرة تشوفوا القناة عشان تشجعوني ويوصلكم كل جديد. لو مشتركين ما تنسوش اللايك وكومنتاتكم الحلوة. طبعا انا عندي هنا 4 أو 5 بطاطسات قطعتهم طرنشات. تمام. وعندي التتبيله بتاعتي هنا فرمتها كويس في الكبه، عباره عن بصلتين كبار. ليه مكتره بصل؟ البصل لما بيكون كتير في تتبيله الفراخ بيديها طعم حلو جدا، وخاصه ان انتي بتخرميها وبتضيفي الحشوه جواها، تدي طعم ونفس كده في الفراخ كأنك بتاكلي فراخ مشويه بالظبط. تمام. وعندي راس توم كامله، ايوه راس توم كامله. وعندي قرنين فلفل خضر، تمام، او 3. وقرنين او نص قرن فلفل احمر ونص قرن فلفل اصفر. لو متاح عندك فلفل الوان حطي، مش متاح ما تحطيش. تمام. دي كده التتبيله بتاعتي. وعندي كمان عصير طماطم، 4 أو 5 طماطمات. على فكرة انت لو عملتيها من غير عصير الطماطم، عملتيها بس بالتتبيلة بتاعتي دي مع البطاطس مع الصلصة بتاعتك، تمام، هتطلع رهيبة. تمام. فخليكم معايا وشوفوا بقى الخطوات واحدة واحدة كده. عندي هنا الفراخ بتاعتي غسلاها بالملح وبالليمون ومنضفاها كويس جدا جدا جدا، وشطفاها بدل المرة 4. تمام. اول حاجة وعصر عليها ليمون كتير. اول حاجة هنحشي التتبيلة في الفراخ، وطبعا انا مخرماها كده زي ما انتم شايفين عشان اضيف التتبيلة جواها. هناخد نص التتبيلة او 3/4 التتبيلة ونضيفها للفراخ. تمام. بس قبل ما اضيف لها التتبيله الاول هبهرها. تمام. خليكم معايا بقى. طيب انا بهرت بايه؟ ملحي زي ما انت ما بتحبي، حطيت كمون وحطيت فلفل اسود. حابه تحطي شطه، حابه تحطي اي بهارات تانية حطي، حابه تحطي بابريكا حطي. تمام. بس انا بحبها دايما تبقى بملح وفلفل اسود وكمون فقط. لو هضيف يا بابريكا يا شطه، بس انا مش حابه اضيف شطه. تمام. وضفت طبعا معلقه سكر اهي في عصير الطماطم عشان الحموضه. هبتدي دلوقتي اتبل الفراخ معاكم. تمام. هتبلها واوريكم بعد ما تبلتها، واوريكم ازاي هرص الصينيه بحيث ان التتبيله تبقى شاربه كلها من بعضها. وهنتبل طبعا البطاطس بتاعتنا. خليكم معايا. زي ما انتم شايفين كده انا تبلت الفراخ وتبلت البطاطس، حطيت البطاطس تحت وحطيت الفراخ فوقيها، لان انا طبعا بحب الفراخ دايما تاخد وش حلو كده. تمام. بعد كده حابه تسيبيها على كده وتدخليها الفرن من غير ما تضيفي لها طماطم او صلصه، دخليها وتحطي لها بس كوبايه ميه. تمام. مش حابه عايز تعمليها بقى بعصير الطماطم، هتضيفي عصير الطماطم كده. تمام. بعد ما ضفت عصير الطماطم ووزعته كويس في الصينيه، بعد كده ضفت صلصه الطماطم. حابه تضيفي صلصه طماطم ضيفي، مش حابه براحتك. حطيها على الوش، فردتها كويس على الوش. وبعد كده حطيت كده معلقتين زيت كبار كده على وش الفراخ عشان تتحمر كويس. اول حاجه هحط على وشها الورق الفويل وهدخلها الفرن، او او اديها غلوتين او 3 على حسب ما تستوي على عين البوتاجاز. وبعد كده في الاخر هدخلها الفرن تاخد وش على الشوايه، او من الاول اصلا هدخلها الفرن. تمام. حابه تسويها على عين البوتاجاز وفي الاخر تديها وش على الشوايه، تمام كان بها. مش حابه سويها على طول في الفرن. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي الفراخ خدت لون حلو قوي كانها فراخ مشويه بالظبط. انا بحب اديها اللون الحلو ده. طبعا البطاطس مستويه والفراخ مستويه، وعلى حسب ما بتحبي تحمري الفراخ قوي زي ما انا محمراها كده. انا بحب اللون ده. وزي ما انتم شايفين كده تحفه تحفه تحفه. متنسوش تجربوها وتكتبوا لي في الكومنتات، مستنيه رايكم. متنسوش يا جماعه اللايك عشان تشجعوني دايما. مع السلامه.